علاقات الصداقة دي يا جماعة علاقات عظيمة فعلا. يا بخت اللي عنده علاقة صداقة دايمة طول العمر جميلة. بس الحقيقة ده ما بيحصلش على أرض الواقع، لأنه أحيانا كتير قوي بنبقى ترانزيت في حياة بعض. أحيانا بتبقى علاقة محددة بحاجة معينة بنعملها سوا وخلصت تخلص الحاجة. طبعا في ناس محظوظة عندها علاقة طول العمر، وعندها علاقة الطفولة أو علاقة الأنتيم بتاع المدرسة، وقاعد وكابر وقعدنا مع بعض وقت طويل. فالناس دي محظوظة الحقيقة. جميل قوي في العلاقات إنك تتأكد، علشان تبقى علاقاتك مميزة وحلوة وثابتة، إنك تتأكد من حوالي حاجتين تلاتة. أول حاجة إن طبيعة اهتماماتكم تبقى تقريبا شبه بعض. أنا بتكلم عن علاقات الصداقة، طبيعة اهتماماتكم تقريبا شبه بعض. تاني حاجة إن انتوا قادرين تتواصلوا. تالت حاجة إن انتوا عارفين تتكلموا مع بعض، وعارفين توصلوا المعلومة لبعض. دي حاجات مهمة جدا. ليه بقى اللي بقول كده؟ وتتأكد من إنك فاهم اللي قدامك وإذا كان حساس ولا لأ، علشان ما يحصلش كلاشات بعد كده، والعلاقة تلبس لون رمادي وتقعد تسأل يا ترى هو ايه اللي جرى، يا ترى ايه اللي حصل، هو انا بقيت فجأة كنت قريبة وبقيت فجأة بعيدة ليه؟ اتأكد من حدودك. مهم جدا اتأكد من حدودك، انك قادر عامل حدود للآخر وعارف هو حدوده فين. أصعب ما في علاقات الصداقة، والسبب إن إحنا مش بنعرف نتقبل إنه صاحبنا ولا صاحبتنا اللي كانت قريبة جدا مني فجأة ما بقتش قريبة، إنه في بينا ذكريات، في بين الاتنين حاجات كتيرة، ضحك ولعب وشوبينج ونزول وطلوع وفسح وخروجات ومكالمات وهزار وضحك وحاجات كتيرة جدا. فكل ده بيخلي العلاقات فيها شوية صعوبة، ودي العلاقات من أعظم الحاجات اللي أول ما بتروح لحد يقولك علاقاتك أخبارها إيه، أصحابك عاملين إيه، علاقتك باللي حواليك أخبارها إيه، لأن ده مؤشر خطير على علاقاتك. إنه علاقاتك قادر تحتفظ بيها ولا طول الوقت علاقاتك فيها مشاكل وهما المشكلة، وتتأكد إن مش هما المشكلة وممكن تبقى أنت المشكلة.